عندك مشكلة مع شعرك؟ شعرك ضعيف أو تالف وقصير وبيتساقط بسهولة؟ بتلاقي شعر كتير الصبح على المخدة أو في الحمام أو انتي بتسرحي شعرك؟ طب بتحلمي بشعر قوي وطويل وصحي وجميل؟ لو إجابتك أيوة فالفيديو ده فيه الحل علشانك مع سيو بايب هير دروب. تعالي أعرفك كل التفاصيل عنه زي المكونات وفوائدهم وطريقة الاستخدام والنتائج وكمان العيوب. أهلا بيك في قناة قبل ما تشتري. سيو بايب هير دروبر هيغير حياتك لأنه مصمم لتقوية وتطويل الشعر وتحسين صحة فروة الراس، وده لأنه بيحتوي على مكونات طبيعية وفيتامينات بتغذي الشعر من الجذور وبتحفز نموه زي كاميجين كي وكاميجين اي، ودول مستخلصات من أعشاب يابانية طبيعية بتساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الراس وتحسين خلايا جذور الشعر وتقليل التساقط. البيوتين وده فيتامين بيساعد على تقوية الشعر وتحسين مظهره ولمعانه وبيمنع تكسره أو تقصفه. الكيراتين اللي بيعالج الشعر التالف وبيزوده بالرطوبة والنعومة. زيت الأرجان وده زيت طبيعي بيغذي الشعر وبيحميه من الجفاف والهيشان وبيزوده بالفيتامينات. سيو بايب هير دروبر متوفر في علبة فيها 7 عبوات صغيرة، حجم كل عبوة 10 مل، وده لسهولة الاستخدام وكمان عشان تقدري تاخديه معاكي بسهولة في شنطتك لو مسافرة. وبتستخدميه بإنك بتحطي بالقطار اللي بتيجي معاه 2.5 ملي أو لحد العلامة اللي موجودة على كل عبوة، وتحطي الكمية على فروة الراس وبتدلكيها بلطف، وبتعملي كده مرة واحدة في اليوم لمدة شهر على الأقل عشان توصلي لأحسن نتيجة. ودلوقتي هعرفك على العيوب اللي ممكن تواجهيها لو استخدمتي سيو بايب هير دروب. أول عيب إنه مش رخيص وممكن يكون غالي شوية خاصة في الظروف الحالية، بس برضه يستاهل لأنه فعال جدا وبيحقق نتائج ممتازة. وكمان هو محتاج صبر لأنه مش هيديكي نتائج فورية وبيحتاج استخدام مستمر لمدة شهر على الأقل علشان تشوفي الفرق في شعرك، ودي ممكن تكون حاجة مملة وكتير بيزهقوا ومش بيكملوا. كمان لو عندك أي مشكلة صحية أو حمل أو رضاعة فالأحسن إنك تستشير الدكتور قبل ما تستخدميه. وده كان كل حاجة محتاجة تعرفيها عن سيو بايب هير دروبر قبل ما تشتريه. لو كملتي لحد هنا فشكرا جدا على المتابعة، وما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان ما يفوتكيش أي فيديو جديد، وأشوفك في فيديو جديد قريب. سلام.